مبدئيا كده حبيت اشارك معاكم تجربتي البسيطة والحاجة اللي انا بعملها بواجه بيها الغلاء اللي احنا شايفينه دلوقتي. بسم الله. ده دهن حيواني يا جماعة، مش زبدة ولا سمنة، ده دهن حيواني انا جايباه من عند الجزار. بسيحه على النار وبطبخ بيه، بضيف منه على كل الخضار مع شوية زيت، بطبخ بيه. ده صحي ومش مضر واحسن من حاجات تانية كتير بصراحة، وانا جربته وعشان كده قلت اقول لكم عليه. ده كيلو ونص ب45 جنيه تقريبا، 45 جنيه بالظبط. هو قال الكيلو ب30، انا اخدت كيلو ونص ب45. ده منين؟ ده مش ليا، ده من بيت الكلاوي. قال لي ده الدهن ده من جنب الكلوة، اللي بيبقى جنب الكلوة. تمام. هقطعه قطع صغيرة كله بالشكل ده كده، وبعدين هاخده على الحوض في مصفى، هغسله كويس. هغسله بايه؟ بدقيق وملح وليمون. انا اي حاجة بجيبها من عند الجزار حتى الكبدة بغسلها بدقيق وملح وليمون. بعد ما اغسله كويس جدا هصفيه واخليه ينزل اي مية زيادة، لان انا مش محتاجة مية فيه. بعد كده هعمل ايه؟ هولع عليه على النار. هضيف له ايه على النار؟ هضيف له فصين حبهان وفصين مستكة وورق لوري وفلفل وشوية فلفل اسود ومعلقة صغيرة ملح وربع كوباية زيت نباتي. تمام. هضيف له ايه تاني وهو بيتسيح؟ فصين حبهان، فصين مستكة، معلقة صغيرة ملح، ربع كوباية زيت نباتي، وذرة فلفل اسود. هو الجزار قال لي حطي له ملح وزيت، فانا ضفت الاضافات دي من عندي، يعني اللي هو الحبهان ورق اللوري والمستكة. سيحته وبعدين صفيته وسبته تاني يوم في التلاجة. بعد كده طلعته قطعته وبقى بالشكل ده. بس للاسف ما صورتلكوش وانا بسيحه، بس انا قلتلكوا على الطريقه وقلتلكوا على كل حاجه. لو عجبتكم فكرتي اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا